اي واحد فينا بيكذب. اي واحد بيكذب عادي، بس اللي يكذب كذبه ويصدقها دي مصيبه سودا. هديك مثال. يعني مثلا لما تخش على واحد اهلاوي تقول له لو سمحت سؤال، بس شخص كده يقول لك اتفضل براحتك اتفضل هجاوبك اجابه صحيحه. تقول له لو سمحت مين اوفى جمهور في العالم، يقول لك انا. تقول له خلاص تمام ماشي، انا مصدقك ان انت اوفى جمهور في العالم، خلاص تمام الدنيا حلوه. تيجي تساله سؤال تاني، تقول له لو سمحت مين اكتر نادي بيحقق بطولات، يقول لك انا. فانت يحصل لك ايرور، اللي هو انت ازاي كده وانت ازاي كده، ما انت يا اوفى جمهور يا بتحقق بطولات. ما ينفعش، لان الجمهور الوافي ده اللي بيصبر على فريقه لما بيخسر بطولات وبيتعثر وكده، فانت ازاي الاتنين مع بعض؟ فده شيء صعب يعني. نيجي بقى للكدبه الكبيره قوي اللي معظم الجمهور تقريبا 99% من جمهور الاهلي مصدقها، اللي هو اي لعيب بيجي يمضي في النادي الاهلي بيمضي عشان حب في النادي الاهلي. يعني هو جاي حابب النادي الاهلي قبل ما يجي، وبيمضي على بياض، يعني هو بيجدد على بياض الراجل. هديك مثال. الكابتن حسين الشحات جه النادي الاهلي، خد اعلى راتب، تمام، وطلع في الاعلام قال لك انا اتنازلت عن وعن وعن وعن، وكان بياخد تقريبا في الوقت ذاته 13 مليون في السنه، كان اعلى راتب في النادي الاهلي. فالراجل ضحى بصراحه، الراجل ضحى والناس صدقت اللي هو ضحى، ما عندهمش مشكله خالص، صدقنا. نيجي بقى ايه للاونه الاخيره. كابتن زيزو، خلينا على الدغري كده يعني عشان غير لف ودوران. راح النادي الاهلي قال لك بس يا باشا، هو قعد مع الكابتن محمود الخطيب واجهش بالدموع بكى وقال لك لا انا حبا في النادي الاهلي انا همضي. فمضى الراجل وتنازل عن حاجات كتير جدا. الراجل كان بيجي له اكتر من اللي هو مضى عليه حبا في النادي الاهلي، الراجل مضى. طبعا انت وانا بكلمك كده كنت هتعيط زي، بس هم مصدقين اللي ده بجد. يعني مصدقين اللي هو اللي فلان راح حب في النادي الاهلي، يعني هو حابب النادي الاهلي فالراجل راح، فما عندوش مشكله. بس مش حبا في الفلوس، مش حبا اللي زيزو في نهايه عقده هيبقى حوالي بتاع عمل بتاع 500 مليون مثلا، حاجه زي كده 600 مليون قريبه، يعني اللي هم في الزمالك مش هيعملهم. عشان نكونوا صراحه، انا كزملكاوي بقول لك الراجل مش هياخدهم، مش هياخد المبلغ ده. انت بتشتري لعيبه، تمام، وعندك تركية حلوة عجبتني بصراحة في عقد زيزو. زيزو عقده 9 مليون دولار شرط جزائي. ليه بقى؟ بس انا جايب لعيب كده كده بايع ناديه، بتحبني التركاية دي او بحبها انا، بايع ناديه، فما عنديش مشكلة برضه اخش بيه كاس العالم يجي له عرض هوبا. لا يا باشا، انا حاطط فيك 9، هيجي فيك التسعة تمام. برضه عجبتني التركية دي في العقد عشان فيها ايه؟ ميزة، وفيها خوف من زيزو بس هي مش باينة شوية. فانت ما توهمش نفسك وما تضحكش على نفسك وتقول اللي بيجي النادي الاهلي بيجي عشان خاطر النادي الاهلي، هو بيجي عشان خاطر فلوس النادي الاهلي. وزيزو من وجهة نظري كزملكاوي يعني قنبله موقوته في النادي الاهلي. يعني ايه يا باشا قنبله موقوته؟ الراجل ده بياخد 100 مليون، تمام. سيبك من ال 30 اللي مكتوبين، هو بياخد 100 في التوتال 100، تمام. فانت بتدي له 70 اعلانات و30، ففي لعيبه تانية عايزه تزيد. اخونا تريزيجيه جاي بيقبض بالدولار، طبعا امام عاشور الله يجازيه خير، هو ده بصراحه الراجل الجاسوس اللي لينا وهيظبط لنا الدنيا هناك. هو هيروق الدنيا. اوعدك الفتره اللي جايه دي السبوتات كلها هتبقى على امام عاشور، ان هو عاوز فلوس وعاوز، او اصلا قبل ما تريزيجيه يجي هو راجل الله اكبر عليه محتاج يعني فلوس زي تريزيجيه، عاوز يبقى يقبض بالدولار زيه. فقالوا له ده لعيب اجنبي، قال لهم طب ما انا برضو جاي من الدنمارك، ما انا برضو اعتبروني لعيب اجنبي. فالله يبارك لك يا امام، اشتغل شويه كده هتبوظ لهم الدنيا. لان امام وزيزو ما ينفعوش في الوقت الحالي مع بعض، صدقني والله انا بكلمك الاتنين مع بعض الدنيا هتطرشم، واللي جاي هيبان. انا مش بعلم من الغيب، بس انا بقول لك اللي جاي الاتنين مع بعض ما ينفعوش نهائي، مش هيسلكوا مع بعض الاتنين. نيجي برضو لكدبه تانية، اللي النادي الاهلي بيحافظ على اساطيره زي كهربا، رضا عبد العال، صبري الرحيل، معتز اينو. كل اللعيبه دي فين دلوقتي؟ في خبر كان يا باشا. انت اللعيبه دي بتستفيد منها وبتديها ايد ورجل يا راجل. ده انت عندك اسطوره اسمها علي معلول. انا زملكاوي بقول لك الراجل ده اسطوره، احسن محترف جه في تاريخ الكوره. الراجل قدم لك كل حاجه، الراجل قعد معاك بطولات، جاب لك بطولات مع انه باك شمال، بس الراجل جاب لك بطولات. راجل اسطوره. انت بتهينه دلوقتي، بتهينه بتطلعه بتلعبه مع الناشئين يا راجل عيب. فموضوع ان انت بتحافظ على اسلاك برضه دي كدبه تانية برضه بصدقها برضه. انت مين عندك حافظت عليه؟ شادي محمد حافظت عليه، وائل جمعه حافظت عليه، دي اللعيبه اللي موجوده عندك. عماد متعب حافظت عليه. عماد متعب الراجل في اخر الايام كنت بتبعت له مش عارف بتاع تغيير الملابس ده، مع احترامي الشديد ليه، يقول له قوم غير. كنت عاوز تمشيه ومش عاوزه. فالكدبه دي والضحكه دي اضحكها على حد تاني يعني، او انتوا مش عارف بتصدقوهم ليه كده بسرعه. انا عن نفسي مش مصدقهم، وانت مصدقهم مصدقهم. وكدبه تانيه برضو، اللي بيلعب في النادي الاهلي ما بيروحش حته تانية، واللي بيمشي من النادي الاهلي خسران. دي كدبه كبيره. كابتن الحضري مشى وزي الفل اهو، رمضان صبحي مشى وزي الفل اهو، ابراهيم سعيد سيبك منه عشان ابراهيم سعيد ده الدنيا اصلا بايظه معاه مع نفسه. فرمضان صبحي ندم، قال لك رمضان صبحي هيندم. والطموح الراجل لو اكبر عليه الدنيا حلوه ما بيقعد بالاخضر.
فاللي بيطلع من النادي الاهلي عادي يا جماعه، هو ما طلعش من الجنه، انتوا نادي يعني ثابت استثماريا، في فلوس صراحه برضه، في قوام كامل، في مجلس اداره عمره في حياته ما اتحل، يوم ما يفكر يتحل اصلا بيحل اللي حله. يعني في قانون جاي اللي هو الثمان سنين ده، النادي الاهلي مش عاجبه، مش عايز القانون ده، مش عايز 8 سنين، عايز اقعد براحتي انا بمزاجي يا باشا، هفضل قاعد 100 سنه ما تحكمنيش انا هقعد قد ايه. فالاكاذيب بتتوالى، بيصدقوا اللي هم بيقولوه، دايما الحاجات بتبقى عكس بعض يعني ضد بعض كده. زي مثلا هديك مثال، مثلا قالوا لك بنتايج انت مش قادر تطلع له تاشيره، انت ازاي تعمل كده؟ والنادي الاهلي متعثر دلوقتي عشان يطلع ده اشرف بن شرقي واشرف داري وجريداشار واللعيبه دي كلها التصاريح ان هي تسافر جنوب افريقيا، وقال لك يا باشا لا ده انت مش قادر، ده انت مش عارف ايه، ده احنا النادي الاهلي يا باشا. طب ما انت برضه هو بتخلص الورق يعني، انت ما خدتش اللعيبه سافرت بيها ولعبت بيها عافيه عادي. انا ما بقولكش انت نادي عادي، انت بتتدلع عشان ما تبقاش عادي. نيجي بقى اللعبه بتبقى حلوه كده، بحبها في الاعلام الاهلاوي وبحبها في النادي الاهلي، هو تصدير المشاكل. انت خدت زيزو، فلازم بقى اديك مشكله كمان، عايزك بقى ايه، عاوز الونش يا باشا، ونش ونزل مش عارف مين صوره الونش وارفع والكلام ده. الونش جدد في الزمالك، ما راحش النادي الاهلي، نزل بيان قال لك مغريات ومش عارف ايه وفلوس وتمام وتمام، وانا اخترت نادي الزمالك. دايما بتصدرني المشاكل، طول عمر النادي الاهلي كده، مع ان الاداره اللي فاتت كان النادي الاهلي بيلوم عليها مش شتيمه ومين وبيشتموا وبيعملوا وبيخلوا، لا ما ينفعش، انا ما بحبش اتعامل مع ناس قله الادب، انا عاوز ناس محترمه. فاول ما جه كابتن حسين لبيب قال للكابتن الخطيب تعالى يا باشا نور عندنا النادي وخلاص، مفيش خلافات، مش هنخش خبطوا في بعض في صفقات، صفقاتك صفقاتك وصفقاتي صفقاتي، وخلصت الحكايه ومش هنحك في بعض. اول ما جيت على مصلحه النادي الاهلي هيفرمك. انت بقى جالك راح لك طلع لك بابا، بعدين بيعمل ايه؟ مش انا يا باشا حضرتك ده متطلبات النادي لعيب فري فانا بشتريه. مفيش يا باشا، انت حسام عبد المجيد بقى فاضل له سنتين ونص في عقده، انت بتفاوضه دلوقتي من سنتين ونص، الولا مش عايز يجدد. مش عايز يجدد ليه؟ ولازم اداره نادي الزمالك تفوق شويه، لازم نفوق. مش عايز تجدد ريح، اصل انا ما عنديش مدافعين، طب ما انت هو مش هيبقى معاك، بس هو لما يريح هيرجع يلعب غصب عنه، هيرجع يلعب وهيرجع يلعب كويس وهيجدد. فانت لازم تفكر شويه وتظبط حالك. فاكذوبه برضو تانية ان انا قليل الادب، انا ما بحبش اتعامل معايا وبتعامل مع المحترم. لا يا باشا، انت مصلحتك فوق اي حد، فوق الزمالك وفوق اي حد، اسلم عليك كده، بس لو مصلحتي ان انا اطعنك هطعنك وافرمك وادعكك وانفضك واغسلك، عامل في كل حاجه غلط. ورساله بقى اخيره للكابتن زيزو اللي راح، الله يسهل له الحال يا رب. انت حضرتك بتقول للاستاذ هاني حتحوت انك انت رحت النادي الاهلي عشان تلعب في كاس العالم للانديه وعشان تلعب في كاس العالم بتاع 2026 منتخبات، وانت لو قعدت في الزمالك كان هيجلدوك؟ كنتش هتلعب كاس عالم منتخبات؟ كنت هتلعب كاس عالم منتخبات عادي يعني. وكاس العالم اللي انت رايحه ده يعني، انت بتتنبأ، انت شفت الفرق اللي هناك عامله ازاي، انت مهما تكون مدعم برضه انت مش هتوصل للدعم اللي الناس بتدعمه هناك. انت رايح بطوله تقيله مش بطوله ضعيفه يعني، انت هتاخد 4 مليون دولار كده، تخسر لك ماتشين وترجع. فما فيش مشكله يعني، الدنيا سهله وايزي جميل. ما تقدرش ان انت يعني انت ممكن تكسب ميامي، لان انتر ميامي بصراحه اللعيبه كلها رايحه في ده، لو هيدعم ماشي، لكن لو مش هيدعم انت هتكسبه وهتخسر لك الماتشين الجايين تاخد بعضك وترجع. طب انت مالك يا عم؟ يا عم انا بقول لك رؤيتي يا عم، عاوز تسمع تسمعش، عاوز ما تسمعهاش، براحتك انت ودماغك. فيا ريت لعيبه الزمالك المحترمه كلنا نفوق، دعم من جمهور الزمالك، طول عمرنا بنحب نادي الزمالك وهنفضل ندعم نادي الزمالك. نادي الزمالك، يا ريت نادي الزمالك مش لعيبة نادي الزمالك، لأن احنا الدنيا اليومين دول مش مضمونة. فممكن تلاقي الصبح أنا ماضي في الأهلي محدش فاهم حاجة، فالدنيا اليومين دول مش احنا ورا نادي الزمالك. مجلس الإدارة أخطأ والمفروض يتنفى زي ما الناس نفت، بس ما ينفعش يتشال دلوقتي، صدقني ما ينفعش يتشال الدنيا هتبوظ. والناس دي لو مشت يبقى ناس خونة. لو فضلوا قعدوا، افضل يا باشا قاعد، اديني استقرار، شيل وحط. بس تشيل وتيجي بقى لجنة مؤقتة وبنتايج يفسخ عقده والونش يفسخ عقده وده يروح هنا، بس الدنيا باظت. فاهدى كده وما تهدش المعبد على دماغه، لما تيجي تكون ساير كده اهدى، احسبها واحدة واحدة، تمام، 1 2 3 4. فارجو ان الجماهير تهدى شوية. انا مش عايز مجلس الإدارة يقعد، بس انا عاوز نادي الزمالك يفضل مستقر ولو لفترة وهم يمشوا بيجي غيرهم. بس انا عاوز استقرار نادي الزمالك، مش عايز مجلس الاداره. انا اتمنى ده يتشال وبكره يجي واحد لا يقعد 6 شهور وسنه وهوبا هتلاقي بقى الدنيا باظت بقى، تاني سادس دوري ومفيش كونفدراليه كمان والدنيا بايظه. فعايزك كزملكاوي كده اهدى وتدعم نادي الزمالك.
واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.